تعذبي نفسك ولا تغلبيها، ولا تنزليه واحدة واحدة، ولا تنزليه حبة حبة، ولا حاجة تتعمل منك، ولا تلسوعي نفسك، ولا تبهدلي نفسك. حطي الممبار في الحلة وانزلي بالمية عليه، ولا تعذبي نفسك. تكاتنا وحركاتنا مش عند اي حد. عايزين تعرفوا احنا عملناه ازاي وحشناه ازاي والخلطة بتاعتنا ازاي؟ تابعوا الفيديو للاخر فضلا وليس امرا. لايك حلو زيكم وكومنت حلو زيكم. وشيروا الفيديو، يمكن انت مش تستفيدي بس غيرك يستفاد. تنسوش اللايك والشير. يلا يلا بينا عشان نشوف الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد. النهاردة هنعمل معاكم حاجة بنحبها جدا وبنعملها دايما في العيد، بس احنا اتأخرنا عليكم بسبب ظروف عندنا. ربنا ييسر الحال للجميع. عندنا رز مصري غسلناه وسبناه في المصفى ينشف كويس عشان الحشوة بتاعتنا مش تبوظها المية. وعندنا بصل مفروم، طبعا ده كله احنا مفرزينه في الايه في الفريزر، فرزناه معاكم او وريناكم قبل كده. وعندنا ده الفلفل الاحمر اللي احنا عملناه معاكم في القناه عشان نوفر الصلصه ومش نقعد نشتري صلصه ويخلي الرز احمر جميل زي الفل، ومش نحتاج نحط صلصه. حتى لو احتاجنا نحط الصلصه مش هنحط كتير. برطمان الصلصه بقى قد كده، ده هيوفر معاكي وهيديلك كتير. لو عايزين تعرفوا الطريقه شوفوها عندكم في القناه، طريقه عمل الفلفل الاحمر بيغنيكي عن الصلصه. وعندك الطماطم اللي احنا عندنا سبكناها على النار، كله ده ني في ني يا جماعه، مش تسبيك بقى وتحميص بصله وكل حاجه، لا ده كله ني في ني. بتاعتنا عندنا وعندي فلفل اسود مطحون، ملح، كزبره، كمون. طبعا انت تحطي اللي انت عايزاه وبتحبيه في يكون في طعم ايه، في طعم خلطه الايه، خلطه الممبار. هي زيها زي خلطة المحشي بالظبط، بالنسبة لنا احنا بنعملها كده. انت بقى حطوا البهارات اللي بتحبيه. احنا حاطين، بصوا يا جماعة هنا احنا قلبنا الاول الرز، قلبنا الرز مع السلطة مع البصل عشان يتأكد اللون اللي احنا عايزينه بتاعة الرزاية هي دي اللون، ولا احنا محتاجين صلصة تاني، محتاجين طماطم تاني، محتاجين الفلفل الاحمر. اي حاجة انت بتحطيها وبتدي اللون الاحمر بتاعك اللي انت بتحطيه. احنا بنحط الاول الصلصه، بعد كده بقى بعد ما نقلب ونشوف خلاص هو ده الحمار اللي احنا عايزينه في الرزايه، ننزل بقى بالخضره. دي تكايه، والتكايه دي احنا اتعلمناها من تيتا، ربنا يديها صحه والعافيه يا رب، وربنا ييسر لها امرها. بعد كده بنقلب الخضره عليها. شفنا كده زي كالعاده نفس خلطه المحشي، تمام، زي خلطه المحشي بالظبط، مش فيها اي فرق. حطينا الاول البصل اسمه ده والصلصه لا الصلصه الطماطم، يعني الطماطم مسبكه. حطينا الطماطم والبصل والرز الاول والفلفل الاحمر اللي طبخينه مع بعض بدل الصلصه. نفعنا في العيد المحشي والممبار. قلبناهم، وبعد ما قلبناهم خالص وتاكدنا ان خلاص مش محتاجين اي صلصه، رحنا حطينا الخضره في الاخر خالص. حطينا الخضره في الاخر خالص، تاكدنا كده خلاص مش محتاجين اي حاجه. هنحكي واحنا بنحشي الممبار دلوقتي مع بعض. هنحشي معاكم يا جماعه الممبار. شوفوا نحشي ازاي صبعي، تحطي كده اهو بصبعك في ثانيه في ثانيه في ثانيه في ثانيه. شوفي ما شاء الله ما شاء الله. الذوق الى الاخر. ده الممبار اللي احنا بنحشيه بتاع الرز. بطبتي خالص كده كده اهو، بطبتي. وطبعا البوزه ما يبقاش فيها رز عشان يقفل. البوزه من ناحيه والبوزه من ناحيه، ولا بنحط خيط ولا بنحط خله ولا بنحط اي حاجه. اول ما بنزل في الميه، لو انت بس مش عارفه تزقي من الناحيه دي، حط اعملي من الناحيه الثانيه كمان، وزقي من هنا وزقي من هنا، والزياده تطلعها من الاطراف. شوف اهو، ممكن اشوف الطرف ده لسه ما اتملاش، قلبناها من الناحيه دي وهنملاها، وشوف في ثانيه تك 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 على طول. شوف اهو، بعد كده اهو نفردها ونبططها، بطط خالص 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 عشان مش يتفرتك ويبقى نايم وتبوظ نص الحاجه. بنشيل البوزه بس كده اهي، البوزه دي تبقى فاضيه مفيهاش حاجه عشان اول ما يدخل في الميه المغليه يقفل عليه. البوزه الثانيه ونمسحها من الرز كويس من هنا ومن هنا، والبوزه هنا نشوف تبقى مبططه كده وحلوه، ما فيهاش ايه، مش منفوخه، لان لسه الرز هتنفش. ونشيل الاطراف من هنا والبوزه من هنا، ما فيهاش حاجه عشان هتقفل، نسيب لها فرصه عشان هتقفل. اول ما تخش في الميه المغليه هتقفل، عشان لو البوزه دي فيها رز هتفتح وتنزل وتعجن، وهتلاقي الرز نزل في الشوربه والمرقه وهيعجن وهتشيط منك. شوفي اهو نبططها ونرصهم فوق بعضهم كده، ونحط الميه تغلي على النار وبس. وبعد كده اول ما الميه تغلي هنسقطهم فيها ونخلي بالنا. عاملين كميه كبيره عشان العيد. كل سنه وانتم طيبين وكل الحبايب هنا نجمع على خير يا رب، ونجمع على خير يا رب، يعود عليكم الايام بخير، يفرح الناس كلها يا رب يا رب. اللهم امين. نفس معاك اهو، تاني واحد اهو، والناحيه الثانيه اهو تعملي الحته اللي باقيه من الناحيه الثانيه. الناحيه دي فاضيه سيبناها على الطرف ده ويبقى متبطبط كده يبقى نضيف وحلو كده اهو. الناحيه دي فاضيه، البوزه بس
البوظه فاضيه مش كله محتاجه عشان متبطط. هتقفل بدل ما تروح قافله على الرز وتقدرك الحبه الباقيين من الناحيه الثانيه والحبه الباقيين من الناحيه الثانيه وتلاقي بهدلك الدنيا الحله عجينة كل نشا نشا نشي. وتنشي وكل شويه تغيري الحله او تشيط منك اهو. شوفي كده اهو 100 100. بوريكم بس عينه عملنا عشان الاتنين، نكمل هنكمل الباقي ونوريكم ونوريكم بقى ان شاء لما الله. يطلع ان شاء الله بالالف هنا والف شفا. شايفاك يلا ما حطيتش اللايك. انا شايفاك. عايزين تعرفوا ازاي بنعمل الممبار؟ تعالوا شوفوا معانا الممبار بيتعمل ازاي. بس انا شايفاك يلا ما حطيتش اللايك. هنا ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد ما خلصنا حشو الممبار كله بألف هنا وشفا للي هياكل. لحظه مش بس هنولع على في فكرة جديدة تاني. الفكرة الجديدة أول مرة نعمل إن إحنا نرصه بدل ما يوجع من إيدك مش تعرفي ترصيه أسهل طريقة كده. هنحط المنبار، الحلة تسخن. الحلة هتسخن ماشي يعني علشان يحصل فيه تفاعل، بدل ما نحط والحلة لسه هتسخن ودي يفتح وينزل شوربة. هو خايفه الممبار يفرقع. الحلة تسخن عشان يبقى تفاعل مع الاتنين. مية مغلية، الشوربه حطينا طبعا الميه. ما حاطين فيها بصليه مفرومه طبعا. لا هنحط البصلايه دلوقتي، هنحطين فيها الملح او نحط هنا الملح. يعني انا حاطه الملح خلاص. الحله تسخن خالص. لما الحله تسخن خالص عشان اول ما نحط الميه الحله تغلي، علشان الرز ما يفرطش لازم الحله تسخن جدا والميه تكون بتغلي كويس. ماشي. اوريكم الحله تسخن. على فكره سخنت بدات تشقشق. لسه مش سخنت من فوق. الحله لما تسخن خالص كده مش اقدر امسك ايدي معلش، وهو في بينزل ميه وبينزل. وبعدين على فكره الشوربه بتاعت المنبار ما بنحطش فيها طماطم ولا صلصه زي ما بعض الافتكاسات بيقولوا. احنا الشوربه بتاعه الممبار اللي احنا هننزل فيها الممبار او هنحطها على الممبار دلوقتي بنحط فيها بصلايه مفرومه وشويه فلفل اسود وشويه حبهان مطحون بقى زي حب زي ما انتوا متوفر عندكم. ان وجد الحبهان، مش وجد يبقى فلفل اسود مطحون وشكرا. هنا الحله خلاص سخنت. احنا حاطينها على النار طبعا عشان تسخن، عشان يعني ايه يبقى الحله سخنه والمرقه اللي نازله عليها او الشوربه اللي نازله عليها او الميه اللي انت هتنزليها على الممبار تبقى سخنه. انا طول عمري بشوف ان احنا بننزل الممبار في قلب المرق او في قلب الشوربه اللي احنا عاملينها او في قلب الميه اللي بتغلي، بس دي جديده اول مره اشوف ان احنا ننزل بالميه على الممبار. دي جديده. اي حاجه جديده واي افكار جديده بتلاقوها عندنا مش عند اي حد. تكاتنا وحركاتنا وافكارنا بتشوفوها بس عندنا. سوشيال لايك وكومنت حلو زيكم. طبعا البصله المبشوره شفت دايما ان انتوا حفظتونا خلاص. اي حاجه هنعملها مرقه او شوربه سواء فراخ لحمه ممبار اي حاجه بننزل بالبصله المبشوره في قلب الميه او المرقه اللي احنا ايه عاملينها. حطينا فلفل اسود اهو زي ما قلت لكم، وحطينا البصله المبشوره ونزلنا بالميه على الايه الممبار. جديده دي مش شفتوها في اي حته قبل كده. دلوقتي هنبدا نقلبه ما دام هو كش ومسك نفسه. ولا تعذبي روحك ولا تمسكي ولا يقع من ايدك ولا شوف مش عليه حبه رز. وهزوده ميه تاني عشان املى الحل عشان ما ينشيش ويستوي براحته. هنكمل الحله الميه للاخر يا جماعه عشان مش ينشي. وخلي بالكم عشان لو نشى احنا اوقات لما بننشي بنغير وبنبدل الحله. خلي بالكم عشان مش يشيط ويعمل منكم. يلا ولما نخلص هنكمل. دي يا جماعه الممبار اهو. الممبار اللي احنا عملناه معاكم بعد ما اتسلق. طبعا انت بتعرفي ازاي ان الممبار استوى لما الرز اللي جواه تستوي. اول ما تشوف الرز استوى تطلعوه تنشروه، مش تستني لا ده البق ده لسه ما قطمش ولسه ما عملش. لا اول ما الرز بتستوي خلاص كده استوي. انت بتنشليه من الايه من الشوربه، ما تسيبوش في الشوربه. كده القطميه دي هتروح اول ما تيجي تحمريه. ده طبعا الحاجات دي كلها انا ما كنتش اعرفها واتعلمتها من والدتي ربنا يديها الصحه والعافيه. ما تسيبوش في الميه اللي تسلقي فيها، لا تشيليه منها تنشيه على طول عشان مش يعجن ومش يتخمر ومش مش يفتح منك. كده اهو ما شاء الله تبارك الرحمن. احنا بنحمره اهو. ادي الكميه اللي احنا اتحمرت. ده الف هنا وشفا للي هياكل. كل سنه وانتم طيبين. احنا بنعمل الكميه دي عشان في ناس جايين لنا وفي ناس معزومين على الغدا. وبألف هنا وصحه. وطبعا ان شاء الله يكون المعلومه وصلت لكم. ما تنسوش اللايك بقى يا جماعه. اهو تمام. كل سنه وانتم طيبين. شوربه المنبار ممكن تحطيها وتاخدي تحطيها في الثلاجه. انا مش بصفوها. في ناس بتصفوها. لو في محشي ممكن اسقي منها محشي في يومها، مش لازمالي بحطها في الثلاجه وبعدين لما الوش يتجمد بشيله في كيس اعمل بيه محشي مره ثانيه. الوش يبقى حلو زي الفل. في حبهان وفلفل اسود وبصل ما فيهوش اي زفاره. انت جارب يعني. اهو بقى. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. وكل سنه وانتم طيبين. اللهم صل على سيدنا محمد. تنسوش اللايك والشير وكومنت حلو زيكم. وكل سنه وانتم طيبين واشوفكم على خير. مع السلامه.